السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده، نتوما وليداتكم عائلاتكم كاع الناس اللي عزيزين عليكم ان شاء الله يا ربي. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا غنوجد معكم ان شاء الله ملوي كيجي زوين بزاف وغادي يعجبكم. مبروك على المنتخب المغربي، مبروك المغاربه كاملين. كاع فرحنا البارح ال- المباراه اللي كانت ما بين بلجيكا والمغرب. الحمد لله والشكر لله. فرحنا بزاف والله، كانت واحد الفرحه زوينه يعني، وخا لا علاقه لنا بالكره. المهم الحاجه كاع اللي كتفرح البلاد راه كنفرحوا معها. هادشي اللي كاين. غبرت عليكم هاد يومين والله العظيم على المشاغل. التفكير الزائد اللي عيا وحق الله العظيم. المهم هنا كيف ما كتشوفوا معايا وريتكم الكرتونه ديال الفورس، ومن بعد في الفيديو غادي تشوفوا معايا حتى الكرتونه اللي كنخدم بها ديال القمح الصفر. يعني هذا كناخذوا من الكوناد بجوجهم الصفر. غنوريه لكم كي داير. هنا ما بقاش عندي، راه غادي نحل الباكيه في الوسط ديال الفيديو غتشوفوها معايا. هذا القمح هذا زوين بزاف رغم انه غالي، ولكن زوين كيصدق معكم به الملوي المسمن البطبوط وكل شيء حتى البغرير. هنا ان شاء الله غادي ناخذ نص كيلو ديال الفورس، يعني 500 غرام من الدقيق الابيض، وغنزيد عليهم 100 غرام من القمح يعني الدقيق الصلب يعني الفينو، وغادي نزيد عليهم شويه ديال الملحه على حسب العجينه، تقريبا ما كاملاش معلقه كبيره. وغادي ناخذ نص معلقه كبيره ديال العسل، يعني معلقه صغيره ديال العسل. هنا حيت درت بالمعلقه الكبيره. هنا صافي غادي ناخذ الماء اللي كيكون غير دافي، ما كيكون سخون بزاف باش ما كتخسرش لينا العجينه. كناخذوا الماء يكون غير دافي غير شويه. صافي هنا انا درتو في العجانه صراحه كما كنقول لكم دائما، غير باش كتوفر عليا الوقت وصافي. اما راه تعجنوا غير في القصريه صافي. العجينه يعني ساهله، ديال المسمن ديال الخبز كلشي كتعجنوها غير كترخفوها واحد شويه، كديروها في بلاصتيكه ديال الكوزينه وكتحطوها تخليوها حتى كترطاب، على خاطر تخليوها واحد نص ساعه حتى 44 دقيقه. كتجي العجينه كتولي زوينه بزاف، كتولي مطاطيه وكتولي تعجن كتكرس معاكم بسرعه، يعني ما كتبقاش فيها المشاكل. فهمتوا؟ غير انا كما قلت لكم العجانه راه كتوفر لك العجينه وصافي كتوجدها لك بالزربه. صافي هنا خليتها كدلك بالزربه، ومن بعد ما حيدتها غنديرها نيت في البلاستيك الغذائي. هو كيخليها تولي ديك العجينه زوينه بزاف. هانتوما كتشوفوها معايا عجينه كتلصق، ولكن في نفس الوقت راها مجموعه ماشي مرخيه بزاف، غير العجينه مرخوفه ديال المسمن. غير جمعوها وديروها في بلاستيك غذائي. انا غير حيدتها من العجانه، غنديرها اكيد في بلاستيك غذائي باش تعاوني مزيان. وهنايا غنقول لكم كي دايرين، اش اخباركم عائلاتكم وليداتكم؟ كلشي مزيان؟ فرحانين ناشطين؟ ايوا الناس مشاو تفرجوا في قطر وحنا تفرجنا من الدار. بحال الدار قطر. انا شوف العجينه معايا راه كتجي زوينه. صافي غنديرها هنايا في البلاستيك غذائي ونحطها نخليها ترتاح على خاطرها. وكنت كندير شي حاجه اخرى في الكوزينه، كنت درت واحد البطبوطات حتى هما معمرين. دابا نشاركهم معكم ان شاء الله باذن الله حتى الغدا. وهنا ها هو دقيق القمح، ها هو هذا سيمولا. هذا راه زوين البنات اللي في ايطاليا، راه كاين في الكوناد. واخا الثمن ديالو زايد راه كلشي غلا، راه ارتفاع الاسعار فين ما مشيتي، المغرب ميريكان ايطاليا العالم كامل، يعني كلشي ولا غالي. هو اصلا كان هذا غالي ودابا راه تزاد واحد شويه. غير هو كتخدمي به غير 100 غرام راه كافيه، يعني زوين حجمي كتكون زوينه، راه كديري منها غير شويه كتعطيك زوين. صافي هنايا ساليت العجينه جبدتها من البلاستيك الغذائي ديالها، وكناخذ الزيت. شوفوا العجينه تبارك الله، راه ماشي العجينه كتقاده، راه الميكه اللي كتقاده الصراحه والله العظيم. عجنوها غير في القصريه وديروها في الميكه، خليوها حتى لساعه كاع على خاطرها وجيو خدموا بها. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا كندير فيهم الكرات بحال هكا. غنديرهم يعني حجم كبير شويه ماشي كبير بزاف، كبارين فيهم. انا راه عبرتهم درت فيهم 170 حتى ل 160، يعني 170 160. هنا شاطت واحد الوحده صغيره قلت خليها نديرها حتى هي مسيمنه صغيره هكا المينا ولا الايمان اللي بغاتها. اللي بغاو يديروا فيها العسل ولا الشكلاط ولا ديتي حماق وعلى المسمان والبطبوط والبغرير عزيز عليهم. صافي هنايا من بعد ما
كورتهم غطيتهم في بلاستيك غذائي وخليتهم حتى ارتاحوا. هنا ما بانش لكم حيت انا عندي لافابو صغير، كنت حاطاهم فوق الطابله، غطيتهم بالبلاستيك الغذائي، مشيت نقضي حاجه اخرى، خليتهم حتى ترخفوا ليا عاوتاني، يعني حتى طلقوا حتى تقريبا واحد 10 دقائق. هو شحال ما عطيتيه الخاطر كيجي زوين. صافي هنا كندهنوا سطح العمل بالزيت بطبيعه الحال، وذوبت واحد شويه ديال الزبده، وغادي ان شاء الله نقرصوا ندردروا بالفينو. هانتوما غتشوفوا معايا، شوفوا العجينه كتعطيك الطوع ديالها، الصراحه عجينه كتولي زوينه بزاف وتخدموا بها بدون صعوبه، غير ديروا كما كنقول لكم. صافي هنايا شوفوا معايا الزبده اللي كنت مذوباها، راه الحال بارد، راه حاطاها انا فوق البوطه. صافي عرفتيها كتحيديها كتلقايها جمدات. كندهنها مزيان كلها بالزبده، ما كنخلي حتى شي بلاصه، ومن بعد كندردرها بالفينو اللي هو عجنت بيه واللي وريتكم الكرتونه ديالو. صافي هنا كيبقاو يدي فيهم الفينو، راه كنعاود ندير الجهات اللي كنطويهم، راه كنعاود نديرهم. هنا راه كنقول لهم اجيو شعلوا لي البوطه، يدي عامره. قلت لكم على اللي كاين، نقول لي اجي شعل البوطه، جيت اخر الكاميرا. ايوا هذا هو اليوتيوب. المهم كيف ما كتشوفوا معايا غادي نعاودو معكم واحده اخرى. هادي راه مشات زقلتها. لعبه الكره. نضحكوا صافي مولا ربي وحق الله العظيم. هنا انتم كنقرصها مزيان بالزيت. بالنسبه للناس اللي كاين الناس ما كيبغيوش الزبده، راه اذواق كتختلف. المهم كاين الناس اللي ما كيبغيوش الزبده راه يدهنوا غير بالزيت، ولكن صراحه كنفضل الزبده، كتعطي البنه وكتعطي رطوبيه لداك المسمن. هنا حاولت باش نبين لكم مزيان نسخر الكاميرا. شوفوا تبارك الله العجينه مازال ما عنديش البلاصه، مازال تمشي معاكم، واخا تقطع ماشي مشكل، غير كملوا العجينه ديالكم ما تخافوش منها. صافي كتبقى وكتعطيكم الطوع. ها نتوما كتشوفوا معايا راه قلت لكم الغرام شحال فيها. هنا هي الزبده كنرشها مزيان كلها بالزبده، ما كنسى حتى بلاصه، وكنرش واحد شويه ديال الفينو تاني باش هكا كيتحل لنا المسمن. صافي كنطويها على هاد الجهه الاولى، ونعاود الجهه الثانيه، وهذه هي الطويه اللي غندير معكم ساهله للملوي. شوفوا معايا كنعرضوها، ما كنديروهاش مزيره. هانتوما كتشوفوا معايا شحال ما جاتكم اللويه مزيانه. صافي كنشد دوك الجوانب وكنحطها هكا ونحطها ترتاح، ما كنوقفهاش هذيك الساعه، كنخلي حتى من بعد. هانتوما كتشوفوا معايا تاني كنبسطها، كنرشها بالزيت، ضروري الزيت باش نطلق العجينه، كندهنها بالزبده، كنرشها بالفينو وكنطويها. يعني شو الطويه راه كتجي ما مجي كتجيش مزيره، كتجي مرخوفه. هنا راه بينت لكم في الاول، وهنايا سرعت الفيديو. شوفوا تبارك الله العجينه كتولي صافي. المهم الطويه ما نزيروش، نرخفوها بحال كنربعوها، غير بحال كنربعو فيها. هانتوما كتشوفوا معايا كامل واضح كلشي في الفيديو. اللي ما بانش ليها مزيان راه تعاود ترجع الفيديو شويه وتشوف فين درت هذا في الاول. هنا هذيك الصغيره. صافي هنايا ضروري نغطيو بالبلاستيك غذائي في الكوزينه باش ما كتقشبرش لينا العجينه وتنشف. انا راه قلت لكم كنت خدامه كندير في البطبوط، راه غيبان لكم واحد شويه من الجهه الاخرى. المهم هنايا راه هانتوما صافي خليتهم خدوا الضوء ديالهم تاني، غطيتهم. شوفوا تبارك الله كيتنفخوا كيجيو زوينين. كتبان لكم العجينه ما فيها لا خميره لا حتى شي حاجه، غير الملحه. يعني وديك المعلقه ديال العسل ها كديريها باش كدهب لك داك المسمن في التحمار ديالو. اللي ما بغاش يديرها راه اختياري ما يديرهاش، واللي ما عندوش العسل دير معلقه صغيره ديال السكر. شوفوا تبارك الله شحال ما خليتوها كترخف وهي كتعاونكم وكتجي زوينه، وينجح معكم ان شاء الله هاد الملوي. هانتوما كيفاش كنجمعو، كنهزها دغيا وكتجمع. صافي بغيتو تهزوه في ايديكم تجمعوها، تحطوها تما وتجمعوها بحال بحال. هنا ساليت وخليتهم مغطين. هنا طيبت البطبوط عاد رجعت ليهم، يعني خليتهم تقريبا تاني ارتاحوا واحد 15 دقيقه. شوفوا هاد النفاخات هكا كتجي ساهله وزوينه. صافي هنا كنبقى نقرص فيه، ضروري كنقرصو من الوسط عاد باش كنجيو الجوانب باش هكا كنديو العجينه كنديوها على المسمنه كامله ولا الملويه كامله باش تاخد تقريصه واحده، تبقى جهه طالعه وجهه هابطه. هانتوما كتشوفوا معايا انت ملي كتقرصي راه كيبان لك. المهم راه كنشرح مزيان باش هكا توصل الفكره. وبالنسبه للبنات اللي يلاه تيتعلموا ملي كتعرف تبارك الله راه ماشي مشكل، راه كتعرف كيفاش كتعامل مع العجينه. حتى حنا كنا هكا في الاول كنبغيو نعرفوا كيفاش كتعاملوا مع العجينه، كنشوفوا الناس كيعجنوا الملوي المسمن،
كتخلعي، ما كتعرفيش هي كيفاش كدير ليه وكينجح معاها، وانت كتجربي المره الاولى المره الثانيه ما تينجحش معاك، ولكن غير بشويه بشويه وتفهمي شي وحده توريكم بحال هكا، ولا كتفرجوا في الفيديوهات في اليوتيوب تبارك الله راه موجود، غير تبعوا غير داك الشيء اللي كيقولوا لكم. ها نتوما كنطيبوا، كنبقى كنحط المقله ما كنجاهدش عليه باش ما يتحرقش ليا، على نار متوسطه يعني، وكنبقى ضروري يديا كنديرها في الزيت ونبقى ندور مره مره غير شويه، حيت راه درنا فيه الزيت والزبده. كتبقاي ضروري كيبغي تبقاي تقلبي فيه وتحركيه باش يلا كيتحل كامل وينجح معكم من المقله. راه غادي يبان لكم هكا كنكمل الكميه كامله. هنا كنسرعوا الفيديوهات باش ما كيجيوش طوال، يعني الا خليناهم طوال راه غيجيو مملين بزاف. بلاصه كنسرعوها شويه، وبلاصه اللي كنبغيو نشرحوا لكم فيها راه كنخليوها ثقيله. انا غنقرب لهنايا الكاميرا، شوفوا تبارك الله راه كيجي منفوخ محلول وزوين ورطب، غادي يعجبكم الا تبعتوا هاد النصائح ولا درتوا لي بحال اللي قلت لكم ديك التربيعه اللي درتوها ليه، يعني كيجي هو هذاك وتعطيو حقه في الراحه صافي، ويجي معاك يجي ينجح معاكم زوين. وهنا باقي كتفرجوا درنا واحد اللايك، ما تنساوناش من اللايكات. شكرا لكم، شكرا للدعم ديالكم. هنا كملت الكميه اللي كانت عندي، كما قلت لكم ما عجنتش بزاف حيت درت حتى البطبوط معمر، غادي نشاركو معكم غدا ان شاء الله باذن الله. وهنا هذيك الصغيوره والله الا هي جات زوينه، شيرها ان شاء الله ندير ثاني العجينه ونشاركو معكم غير صغيور بالنسبه بحال هكا الناس اللي كيبغيو يديروا في الكونجيلاتور. هانتوما الشكل ديالها كتجي زوين، المنظر ديالها مبغيتش نحمرو بزاف حيت مازال ما غاديش ناكلوه، يعني نبغي ناكلوه غنعاود نخليه يتحمر. صافي هنايا راه كنحلو. هانتوما كتشوفوا ضروري ملي كنبغيو نحطوه نسخنوه ونحطوه ضروري كنجمعوه في ايدينا باش كيتفرق لنا من الداخل، يعني كتجمعي المسمنه كتهزيها تديريها على بعضياتها باش يلا كتفرق. صافي كيجي زوين. كما قلت لكم انا راه ما بغيتش نحمرو بزاف حيت غنحطو يعني في الثلاجه، والوقت اللي بغينا غادي نسخنوه. هنا راه غادي ناكلو ان شاء الله البطبوط، داكشي علاش غيبقى المسمن. كيجي زوين ومراق خفيف وبنين، وبالقمح اللي قلت لكم هذاك اللي وريته لكم سيمولا راه زوين بزاف وكيتباع في الكوناد، راه صفر تبارك الله على زويناته. صافي هادو هما الملويات ولا المسمنات ولا كل شنو كيسميه، ما نتوما كنجمعوا على هذا الشكل بحال هكا باش كتفرق معنا. الا حمرتوه اكثر ودرتو ليه هكا غادي تجي فيه القرمشه ويتحل مزيان ويجي مقرمل وزوين ومرق وخفيف. كنتمنى يعجبكم، ما تنساوناش من اللايكات والاشتراك في القناه. شكرا لكم الدعم ديالكم، الله يخطيكم عليا. هنا ايمان ومينا راه كيديروا في التمارين وراه انا بعيده عليهم، ولكن راه غتسمعوا الصوت ديالهم راه كيضحكوا. هنا عندهم ديك المره قلت لكم راه عندهم الاستاذات ديالهم راه واحد جوج بنات تبارك الله وصل عنبي كيقراو مزيان ما شاء الله، الله يحفظهم لوالديهم، وهما اللي كيجيو يقريوهم. انا كنقول لهم استاذات ان شاء الله يا ربي. هنا شوفوا راه قسمته كيجي تبارك الله كامل بحال المشلتات ديال المصريين. انا كنوريه لكم كيجي زوين بزاف، غادي يعجبكم الا جربتوا ولا تبعتوا الطريقه غينجح معاكم. وهنايا غنقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله باذن الله، وبسلامه عليكم.